الجوجيتسو البرازيلية مش مجرد رياضة، هي أسلوب حياة. الجوجيتسو البرازيلية رياضة شكلها عنيف، لكن هي في الحقيقة فن بيعلمك ازاي تبقى قوي من غير ما تبقى مؤذي. فن بيعلمك تسيطر بعقلك قبل جسمك وتفهم ان القوة الحقيقية مش في الضرب. القوة الحقيقية انك تفضل هادي وتعرف تتحكم في الموقف. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص الجوجيتسو، هي ايه، بدأت ازاي، وليه الناس بتقول عليها انها مش مجرد رياضة وانها اسلوب حياة. الجوجيتسو رياضة أصلها ياباني، كانت هي والجودو والكاراتيه رياضة واحدة، وكانت مقتصرة على الساموراي أو القوات الخاصة للجيش الياباني، وكانوا بيستخدموها في الهاند تو هاند كومبات في الحروب والمعارك. بعد ما الحروب خلصت كل واحد من الساموراي رجع قريته وابتدى يعلم أهل قريته الأسلوب اللي هو كان متميز فيه. في منهم اللي كان متميز في الكاراتيه وهو أسلوب السترايكنج، وفي منهم كان متميز في أسلوب الإسقاطات وهو أسلوب الجودو، وفي منهم كان متميز في أسلوب الأرضي وهو الجوجيتسو. والجوجيتسو اتنقلت من اليابان للبرازيل في 1917 على ايد ماتسوي مايدا، اللي كان عنده صديق في البرازيل اسمه كارلوس جريسي سينيور، اللي كان عنده تقريبا 11 ولد وكان عايز يعلمهم الفن بتاع الجوجيتسو. وعيلة جريسي هي اللي خدت مسؤولية تطوير الجوجيتسو في البرازيل، وكان أبرز أبناء كارلوس جريسي سينيور هيليو جريسي اللي يعتبر الأب الروحي للجوجيتسو. وفي 1925 اتفتحت أول مدرسة جوجيتسو على إيد كارلوس أوزفالدو وهيليو جريسي لتعليم الجوجيتسو البرازيلي في ريو دي جانيرو. الهدف من الجوجيتسو بسيط، الهدف من الجوجيتسو السيطرة باستخدام التكنيك، والهدف منها كمان ان الشخص الضعيف يقدر يسيطر على الشخص اللي اقوى منه باستخدام التكنيك. فلسفة رياضة الجوجيتسو هي استخدام قوة جسم اللي قدامي ضده بدون استخدام طاقة كبيرة مني. مش بس كده، ده اثبتت فعاليتها ضد رياضات قتالية تانية، والكلام ده تم اثباته في 1993 لما ابتدت اليو اف سي او الالتيميت فايتنج تشامبيونشيب في الظهور. كانت الفكره اثبات انهي فن قتالي هو الاقوى. كانوا بيختبروا الرياضات القتاليه دي قصاد بعض، يعني مثلا كانوا بيجيبوا لعيب كاراتيه قصاد لعيب كيك بوكسنج، لعيب مصارعه ضد لعيب جوجيتسو، ويشوفوا ايه اللي هيكسب. اول بطولتين كسبهم هويس جريسي بالجوجيتسو، وكان احد ابناء هيليو جريسي مؤسس الجوجيتسو البرازيلي. عشان كده هي بتسمى ذا جنتل ارت، او بالبرتغالي ارت سوافي، او بالعربي الفن اللين. هي رياضه بتعلمك التواضع لان دايما في حد اقوى او اذكى منك، وكمان بتعلمك الصبر لان التقدم فيها بياخد وقت، لكن كل ثانيه فيها ليها معنى. نيجي للجوجيتسو من الناحيه التقنيه. الجوجيتسو رياضه جرابلينج او رياضه التحاميه، اقرب للجودو واقرب للمصارعه. هدفها الاساسي السيطره على الارض، لكن القتال بيبدا كل مره على الواقف. انا لما باجي اشرح الجوجيتسو لاي حد مبتدئ بشكل مبسط بقارنها دايما بالجودو. بقول ان الجودو بتعتمد بشكل اساسي على الاسقاطات وعلى الواقف بنسبه 70%، والارضي بتاعها تقريبا 30%. الجوجيتسو العكس، تقريبا 70% على الارض و30% على الواقف اسقاطات. بالنسبه لتدرج الترقيات في الاحزمه في الجوجيتسو عامل ازاي؟ اللي داخل الجوجيتسو لازم يعرف ان الرحله طويله، وان متوسط الفتره الزمنيه انك توصل للحزام الاسود في الجوجيتسو بتبقى تقريبا من 6 ل 8 سنين. تدرج الاحزمه بالنسبه للعيبه الجوجيتسو، انت بتبدا بالحزام الابيض وبعد كده توصل للحزام الازرق. متوسط الفتره الزمنيه من الحزام الابيض للحزام الازرق تقريبا سنه. وبعد الحزام الازرق بتوصل للحزام البنفسجي، والفتره اللي توصل فيها من الحزام الازرق للبنفسجي تقريبا متوسطها سنتين. بعد الحزام البنفسجي بتوصل للحزام البني، وبرضه تقريبا نفس المده التقريبيه سنتين. وبعدين بتوصل من الحزام البني للحزام الاسود في فتره زمنيه برضه تقريبا سنتين. بعد الحزام الاسود بتبتدي تاخد شريطه على الحزام بتاعك كل 3 سنين، ودي بتمثل انت بقالك قد ايه حزام اسود. طيب بالنسبه للترقيات بتاعت الاحزمه، انا بتقيم على اساس ايه؟ في مدارس بتعمل امتحانات احزمه، وده مش الغالب، ده بيبقى مخصص لمدارس معينه اللي بتتبع سيستم معين. انت في كل حزام بيبقى لازم في حد ادنى من التكنيكات وحد ادنى من المستوى انت لازم بتكون واصل له عشان تترقى للحزام اللي بعده، وده بيقيمك في الامتحان على الاساس ده. لكن معظم المدارس ما بتعملش كده. معظم المدارس او معظم المدربين بيرقي على حسب كذا حاجه. اولا الاستمراريه، هل انت بتستمر في التمرين ولا بتغيب وبتقطع فترات؟ تاني حاجه وحاجه مهمه جدا من الحاجات اللي تخليك تترقى وما تترقاش هي اخلاقك جوه التمرين. هل انت بتساعد الناس اللي حواليك ولا لا؟ هل اخلاقك مع الناس اللي حواليك كويسه ولا لا؟ تالت حاجه، هل انت بتنافس ولا لا؟ وهل انت بتنافس بتكسب ولا لا؟ ولو ما بتنافسش مستواك في التمرين عامل ازاي؟ وهي دي الحاجات اللي بتحدد عليها ترقيات الاحزمه في الجوجيتسو. طيب بالنسبه لفوائد الجوجيتسو، انا لو شخص عايز اتمرن جوجيتسو عادي هستفيد من الجوجيتسو في ايه؟ فوائد الجوجيتسو بتتقسم لحاجتين، فوائد جسديه وفوائد ذهنيه. بالنسبه للفوائد الجسديه، عشان الجوجيتسو رياضه التحاميه هي بتخليك قوي بدنيا جدا،
بتخلي عندك مرونة وعندك لياقة وعندك نفس كويس وعندك قوة تحمل. وبعدين بعد فترة من التمرين الجوجيتسو بتجبرك ان انت تشتغل على نفسك بدنيا اكتر في الجيم، لان الجوجيتسو دلوقتي اتغيرت، ما بقتش بس الضعيف قصاد القوي. انت لو التكنيك بقى متساوي الاقوى جسمانيا هو اللي هيكسب. بالنسبة للفوائد الذهنية والعقلية، اولا بتعلمك تفكر بهدوء تحت ضغط، لان انت بتتحط تحت الضغط ده يوميا في التمرين باختيارك. تاني حاجة بتعلمك الثقة بالنفس. انت لما بتتمرن جوجيتسو في الاول ما بتبقاش عارف حاجة، بعدين بتتعلم وتبتدي تطبق، بتعرفك ان انت تقدر ان انت تتعلم وتتحسن في ايا كان اللي انت بتعمله، وبتاخد الرياضة دي كمثال. فثقتك في نفسك ونظرتك لنفسك بتبقى احسن واكبر بكتير. بعدين بتعلمك دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس في حد ذاته، لمجرد ان انا عارف ان انا اقدر احمي نفسي واحمي اللي حواليا، ده بيزود ثقتي في نفسي كتير جدا. فوائد تانية كمان للجوجيتسو ان هي بتعالج مشاكل مجتمعية كبيرة جدا بنواجهها في حياتنا، زي التنمر وزي التحرش. وبتعالج مشاكل تانية ناتجة عن المشاكل دي زي الرهاب الاجتماعي وزي الانعزال. وبتساعد كمان على علاج الاكتئاب، لان هي من اكتر الحاجات اللي ممكن تسحب منك الطاقة السلبية. الجوجيتسو بقى كلعبة بطولات عاملة ازاي؟ النهاردة الجوجيتسو بقت رياضة عالمية، بطولات ضخمة وجيمات في كل حتة في العالم، وبقى فيه اتحادات مدعومة بمؤسسات كبيرة جدا عشان تنشر اللعبة وتنشر بطولاتها. أهم الاتحادات دي AGP وهو الاتحاد الرسمي للإمارات، وIBJJF وهو الاتحاد الدولي المؤسس في البرازيل، وADCC وهي أكبر بطولة ومنظمة جرابلينج والجوجيتسو بدون بدلة في العالم. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت لو واحد عايز يلعب بطولات، انت بالنسبة لك عندك بطولات كتير جدا تقدر تلعبها، وعندك سهولة في التسجيل ان انت تقدر تلعب بطولات دولية بدون الدخول في السياسات والستراكتشر بتاع الرياضات التانية زي الجودو وزي المصارعة. فتقدر تنافس وتحقق حلمك لو انت عايز تبقى بطل دولي. طيب الجوجيتسو تأثيرها ايه على حياة اللي بيتمرنوها عامة؟ اي حد بيتمرن جوجيتسو في اي حتة في العالم هتلاقيه بيقول نفس الجملة: حياتي اتغيرت، جسمي اتغير، عقلي وطريقة تفكيري اتغيرت، وطاقتي كلها اتبدلت للأحسن. انا دايما بقول ان الجوجيتسو از سيميوليشن اوف لايف، او عباره عن محاكاه للحياه. اي حاجه انت بتعدي بيها على بساط الجوجيتسو، سواء مواقف او صعوبات، طريقه حلها وطريقه التفكير في حلها تقدر ان انت تاخدها وتطبقها على المواقف والصعوبات اللي انت بتعدي بيها في الحياه. وطريقه التفكير دي هتخليك تنجح وهتخليك تتقدم في الحياه. بتتعلم تواجه المواقف الصعبه زي ما بتواجهها على البساط، بتفكر، بتتنفس وتتحرك صح. مين يقدر يلعب جوجيتسو او مين ممكن يلعب جوجيتسو؟ اي حد ممكن يلعب ويتمرن جوجيتسو. هل العمر عائق؟ لا، انت تقدر تبتدي تتمرن جوجيتسو من اي سن. انا اعرف ناس وشفت ناس ابتدت تمرين 35 سنه، 40 سنه، 45 سنه، وتقدم وبقى احسن في الجوجيتسو. ده حتى الاعمار السنيه او الفئات السنيه في البطولات بتطلع لحد 60 سنه. طيب مستوى اللياقه البدنيه عائق؟ لا، مستوى اللياقه البدنيه اللي انت بتكتسبه من الجوجيتسو ما بيجيش غير من الجوجيتسو، ومش هتقدر ان انت تتمرن عليه في الجيم لوحدك. لازم تتمرن جوجيتسو عشان لياقتك تبقى احسن للجوجيتسو. طب انا عمري ما اتمرنت فنون قتاليه وما كانش عندي خلفيه قبل كده، هل ينفع اتمرن جوجيتسو؟ اه طبعا ينفع تتمرن جوجيتسو. كون ان انت عندك خبره في فن قتالي تاني او في رياضه تانية ده هيديك افضليه او هيسرع عمليه التعلم في الجوجيتسو، لكن هو ما هواش حاجه اساسيه. ياما ابطال عالم في الجوجيتسو كانت بدايتهم ملهاش اي خلفيه عن اي رياضه تانية. طب بالنسبه للاطفال، هل لو انا ابني خجول او ابني عنده رهاب اجتماعي او ابني ما هواش اجتماعي او ما بيحبش يتعامل مع الناس، هل الجوجيتسو هتبقى بالنسبه له كويسه؟ الجوجيتسو هتبقى بالنسبه له من افضل الحلول للمشاكل دي. هيتعلم يتعرف على ناس من مختلف الخلفيات الاجتماعيه، وهيعمل صحاب خارج نطاق العيله والمدرسه. في الاخر لو عمرك ما جربت الجوجيتسو لازم تجربها ولو مره. مش لازم لا تكون لا قوي ولا رياضي ولا عندك خلفيه قبل كده. كل اللي انت محتاجه انك تاخد الخطوه وتبدا، والخطوه دي ممكن تكون الخطوه اللي تغير حياتك. وصدقني عن تجربه، الخطوه دي غيرت حياتي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.